السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عشاق الساحرة المستديرة وعشاق النادي الأهلي في كل مكان. لو أنت أول مرة تشاهدنا ما تنساش تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. كشف الإعلامي محمد الليثي دخول محمد حمدي ظهير أيسر فريق إنبي حسابات النادي الأهلي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية من أجل دعم الفريق في مركز الظهير الأيسر. وأوضح محمد الليثي خلال تقديمه برنامج 10 و10 أن الأهلي يرغب في ضم أحد لاعبي الدوري في مركز الظهير الأيسر في ظل إصابة علي معلول وإجراء جراحة مؤخرا ستبعده عن الملاعب قرابة ال6 أشهر، كما أن الأهلي كان يرغب في تدعيم هذا المركز بصفقة محلية حتى قبل إصابة معلول، لأن النجم التونسي كان مرشح بقوة للرحيل عن النادي الأهلي قبل الإصابة. وأشار محمد الليثي أن محمد حمدي أفضل الحلول المتاحة أمام الأهلي حاليا، وستشهد الفترة المقبلة تطورات في هذه الصفقة، خاصة وأن هناك أكثر من نادي محلي يزاحم الأهلي على اللاعب، لكن رغبة اللاعب هي ارتداء القميص الأحمر. ويا ريت تكتبوا لنا في التعليقات بتتمنى يكون مين الظهير الأيسر للنادي الأهلي في الفترة المقبلة.